السلام عليكم، مرحب فيكم من جديد بقناة سيرين فاشن، قناة الموضة والأزياء التركية المحتشمة، أزياء بتناسب المحجبات وغير المحجبات. ومع آخر إبداعات مصممي الأزياء في تركيا رح نتابع سوا فيديو اليوم. موديلات كتير راقية وعصرية مناسبة للأعياد والمناسبات. مثل ما شايفين هذا التيور مناسب كتير للأجسام الممتلئة. نقماش الكريب الهادل مزين بحبال اللولي والستراس من على الجانب. موديل كتير غريب وكتير عصري وراقي ورسمي بنفس الوقت. أما هاد فستان صك، فستان ضيق بياخد شكل الجسم، مناسب للأجسام النحيفة. أيضا من قماش الكريب الهادل. طبعا لازم السيدة تختار الموديل اللي بيناسب جسمها وبيناسب ذوقها الخاص، ولازم أيضا تختار نوع القماش المناسب للموديل المرغوب. وهذا الموديل أيضا من قماش حرير الساتان اللامع، موديل كتير جميل، على اكستنشن من على الجنبين، والأكمام من القماش المكسر مرصع بالألماس منطقة الكتفين. ومع هذا التيور باللون النيلي الراقي، طقم من قطعتين. قماش الكريب أيضا، طبعا قماش الكريب بيناسب كتير التيورات الرسمية، على تطريز بالألماس من على الجنبين. ممكن يكون جاكيت أطول لحتى يكون الموديل ساتر أكتر، طبعا لأنه موديل البنطلون نوعا ما ضيق، فإذا كان الجاكيت أطول بيكون محتشم أكتر. ومع هذا الطقم الراقي جدا أيضا من قماش الكريب، على تطريز بأسفل الأكمام وأسفل الجاكيت، طقم 3 قطع. إذا منلاحظ القبة من قماش حرير الساتان اللامع، موديل كتير راقي. ممكن أيضا الجاكيت يكون أطول لأنه موديل البنطلون ضيق نوعا ما. متوفر بعدة ألوان مثل ما شايفين. اللون الأبيض والألوان الفاتحة بشكل عام بتناسب الأجسام النحيفة. الموديل رسمي بيلتبس بالمناسبات والأعياد، وممكن بالأعراس أيضا. ننتقل لهذا التيور الفاخر باللون الأسود، وعلى تطريز باللون الذهبي البراق، في عليه اكستنشن بمنطقة الكتفين قماش حرير الشيفون. ومع هذا الفستان الفاخر والرائع، فستان ضيق على اكستنشن منطقة الكتفين ونازل للأسفل. هذا الاكستنشن من قماش حرير الشيفون الهادل، مرصع بالستراس والألماس منطقة الصدر. ممكن قطعة القماش يلي من الشيفون تكون أطول بمنطقة الصدر لحتى تكون ساترة أكتر بهي المنطقة. هذا الموديل محتشم جدا وراقي جدا، أقرب لموديل العبايات. ومع هذا الفستان الرسمي أيضا من قماش الكريب، فستان سادة خالي من التطريز، موديل كلاسيكي، الموديل مناسب لجميع أشكال الجسم. ومع هذا الفستان من قماش حرير الساتان اللامع، على تطريز منطقة الكتفين، الأكمام أيضا من القماش المكسر. الموديل أيضا بيناسب جميع الأجسام. ننتقل للون الأسود وفخامة اللون الأسود، وهذا الموديل الرائع أيضا فستان من قطعتين. القطعة يلي فوق من قماش حرير الشيفون، على تطريز بالكامل بمنطقة الكتفين. الموديل كتير محتشم وكتير ساتر وبيناسب جميع أشكال الجسم. ومع هذا الموديل المميز، فستان ضيق سادة صك موصول بكام منطقة الكتفين. الموديل ساتر جدا لمنطقة الصدر. الاكستنشن يلي عليه من قماش حرير الساتان اللامع والمكسر، على تطريز بسيط بأسفل الأكمام منطقة القبة. بيناسب حجاب البني مشان نبين موديل القبة والتطريز يلي عليها. هذا الموديل متوفر منه عدة ألوان، والموديل بشكل عام بيناسب جميع أشكال الجسم.
ننتقل لهذا الطقم، نقماش الكريب، طقم من 3 قطع. الجاكيت قصير نوعا ما، ممكن يتطول أكتر، بيكون محتشم وساتر أكتر. نطرز تطريز بسيط بمنطقة الخصر، وهذا التايور أيضا عليه تطريز بمنطقة القبة، تطريز بالكامل بمنطقة القبة. كل الموديلات يلي شايفينها من قماش الكريب المناسبة جدا للتايور الرسمي. ننتقل للموديل يلي بعده. هذا الفستان كتير راقي وموديله غريب كتير، من قماش الكريب، مناسب لجميع أشكال الجسم، متوفر باللونين الأبيض والأسود. كل هاي الموديلات متوفرة بدور الأزياء في تركيا، موديلات متنوعة بتناسب كل الأجسام وكل الأذواق. وهذا الفستان أيضا فستان بسيط وكلاسيكي، بس عليه تطريز بسيط بمنطقة الصدر. أوقات بتكون حركة بسيطة هي اللي بتعطي الموديل أناقة وجمالية أكتر. مثل هذا الفستان يلي شايفينه، كمان فستان بسيط، لكن التطريز يلي موجود بأسفل الأكمام وعلى القبة هو يلي بيميزه. أما هذا الموديل مختلف عن الموديلات يلي قبله. الموديلات السابقة كانت رسمية أكتر، أما هذا الفستان مختلف نوعا ما، عليه حركة بسيطة بمنطقة الكتفين من الأمام ومن الخلف. ننتقل لهذا الموديل. وهذا فستان نوعا ما موديله غريب، موصول بكاب، ممكن الكاب بينقام. هذا الموديل برأيي بيناسب أكتر الأجسام النحيفة. بتمنى أعزائي فيديو اليوم ينال إعجابكم. إذا عجبتكم الموديلات يلي عرضناها لا تنسوا تدعمونا باللايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم أحدث صيحات الموضة التركية للملابس المحتشمة للمحجبات ولغير المحجبات. وانتظرونا فيديوهات جديدة. السلام عليكم.